السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده جو حر 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 يعني. طبعا في محطة المترو، وطبعا تم تخفيض السرعة الى كام؟ الى 60 زي ما انتم شايفين كده. طبعا وبترجع تاني السرعة الطبيعية بتاعت المترو، بترجع على اخر النهار كده حوالي الساعة 5:30 6. هي الساعة 6 كده بترجع ايه؟ السرعة بترجع زي ما هي تاني. زي ما انتم شايفين كده، بصوا الحر عامل ازاي، في خاطر اللينيا بتاعت الكهرباء برضو ما يحصلش اي مشاكل في اللينيا دي. طبعا ربنا يستر من الموسيقى اللي هم عاملينها في المحطات دي، لا تجيب لنا ايه حقوق طبع ونشر والكلام ده ومشاكل، واحنا غنى في غنى عنها يعني. وربنا يسترها بقى. احنا بعدنا طبعا عن الموسيقى والاغاني، ولكن برضو في صوت برضو عالي، ربنا يسترها. متنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد على يوميات محمد جمال. طبعا احنا في محطة مترو المعصرة. طبعا ده اتجاه المرج اللي احنا قعدنا عليه، ده اتجاه حلوان. عندي بقى طبعا ايه الدخول، الجنب ده بيبقى زحمة لحد ما يعني. طبعا ده المترو اللي داخل عليه دوت رايح حلوان، اتجاه حلوان. طبعا في مترو جاي تاني الناحية التانية اتجاه المرج. اللي هو المترو الكوري. طبعا الناس كلها ايه بتنفض لدوت، متركبوش اللي هو ده، وبيستنوا يركبوا ده. كله بيركب الكوري عشان خاطر التكييف، الجو طبعا حر، فبيستنوا ايه المترو الكوري يركبوه. غير طبعا ده بيبقى ايه، انا عايز اقول لكم ان المترو ده اللي هو ده اسرع بكتير من ده، لان ده بياخد وقت على ما بيفتح الابواب بتاعته بتاع، فبياخد له بتاع نص دقيقه او دقيقه كامله في المحطه على ما بيقفل الباب ويفتحه. وممكن ياخد له دقيقتين ثلاثه لو هيركن ولا بتاع، او في اشاره او كده والكلام ده كله. غير التاني طبعا بيفتح على طول.
فبيبقى اسرع بكتير من ده. ده طبعا ده صناعة كوري. التاني طبعا ياباني. حتى لو هتشوفوا، لو دخلتوا اي مترو اللي هو المترو القديم هتلاقوا كلمة توشيبا عليه. بس ده طبعا لا يعلى عليه في الامكانيات، في التكييف بتاعه. الناس كلها بتستنى طبعا المترو الكوري عشان تركبه. انا خايف ربنا يستر. عاوز اقول لكم ان انا خايف جدا من الموسيقى دي، عشان ما تعمليش حقوق طبعا ونصر ولا حاجه يبقى فيها مشكله. ربنا يستر. طبعا الكوبري اللي هناك ده اسمه كوبري ستجوارت. المحطة طبعا اللي بعد المعصرة محطة حدائق حلوان، واللي قبل المعصرة محطة ترى الأسمنت. طبعا محدش يعدي السكة، ممنوع منعا باتا حد يعدي السكة. زي ما انتم شايفين طبعا المترو الكوري الناس كلها بتركبه اهو. طبعا ما حدش يعدي السكه، ممنوع منع باتا حد يعدي السكه طبعا، عشان ايه؟ حفاظا على سلامه الايه المواطنين. بص زي ما انتم شايفين كده اهي، برضو في علامه هنا برضو ما حدش يعدي السكه، عشان المترو لو جاي ولا بتاع ما يحصلش اي قلق. المترو طبعا اللي جاي داخل علينا دلوقتي على اتجاه المرج، المترو العادي حتى لو ركبتوه هتلاقوه فاضي، محدش بيركبه خاطر ما فيهوش تكييف. اه والله اهو فاضي فاضي خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين بصوا فاضي ازاي. بصوا كله بيركب المكيف اللي هو القطر الكوري. الكوري تلاقوه مليان بقى.
طبعا نحاول نقفل بقى ايه الفيديو ده، بحيث ايه الموسيقى الاغاني دي بتاعت الاذاعه الداخليه عليت قوي، وربنا يستر ايه الفيديو ما يجيبش حقوق طبع ونشر. هسيبكم دلوقتي واقول لكم مع السلامه، بس ما تنسوش قبل ما اقفل اللي ما اشتركش يشترك، تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد، تعملوا لايك حلو كده وكومنت حلو كده جميل زيكم. وفي نهايه الفيديو اقول لكم السلام عليكم.